هنعمل ايه مع بعض النهارده يا حبايبي؟ هنعمل الكسكسي بطريقه سهله جدا وبسيطه. يا رب الطريقه تعجبكم وجربوها، وما تنسونيش في اللايك والشير والكلمه الحلوه اللي انا بستناها منكم يا احلى اخوات. بصوا جمال الكسكسي يا حبايبي، بصوا الجمال. تاكليه بشوربه، تاكليه بخضار، تاكليه بلبن، بسكر بودره. بصوا الجمال، ينفع حلو وحادق. بصوا الجمال يا حبايبي. يلا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي، ونبدأ ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم النهاردة مطبخ الإسراء. هنعمل مع بعض الكسكسي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل مع بعض كسكسي الكبة. يلا نشتغل مع بعض بقى يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، دلوقتي انا عندي دقيق اي كميه انت حباها، كيلو 2 3 4، وعندي ميه فيها رشه ملح، معلقتين سكر. هنعمل ايه بقى؟ هروح جايه فرده الدقيق بتاعي كده، ورشرش على الدقيق كده ميه، واقلب. تمام كده عشان يبقوا حبايبات معايا. تمام كده. بصوا يا حبايبي اهو. طبعا لازم اعمل كل الدقيق كده قبل ما احطه في الكبه، علشان خاطر يلف معايا بسرعه ويديني نتيجه كويسه. بصوا يا حبايبي، انا رشرت الدقيق كده. همسكه بقى بسه على ايدي كده، عشان حبه الدقيق اللي ما فيهمش ميه يتجانسوا مع اللي فيها ميه. تمام كده. بصوا كل ده قبل ما احطه في الكبه عشان يبقى سهل معايا في الكبه. بصوا كده، بصوا ببس كده. احتجت ميه تاني برشرش كده. تمام كده. ليه بقى برشرش كده وببسه البسه دي؟ علشان يستوي معايا كويس، ما يعملش معايا، ما يزورش، او ما يخليش الواحد يعني يتخنق من الكسكسي. تمام كده. بصوا اهو، كل الدقيق بيلف على اللي هو مبلول ميه. بصوا هبس حبه واوريهولكم. بصوا يا حبايبي كده انا بسيت كل الدقيق. بصوا بقى عامل زي الحبيبات ازاي. هحطه في الكبه بقى، تلف عليه لفتين كده، هنشوفه مع بعض واحنا بنعمله في الكبه. بصوا عشان ما يبقاش فيه اي دقيق. بصوا كده ما فيش اي دقيق ازاي. بصوا اهو، هحطه في الكبه حبه حبه بقى، وهنشوفه مع بعض هيبقى شكله ازاي. هاخد ملو ايدي كده في الكبه. طبعا انا بساه، هيلف عليه لفتين بس كمان مره، وبعد كده هوريهولكم. بصوا يا حبايبي انا الكسكسي بتاعي. بصوا هعمل ايه. عندي شال انا جايباه مخصوص للكسكسي، عامله مخصوص للكسكسي. بصوا بفرده كده. تمام كده. واروح جايه اللي بيطلع من الكبه بحطه في الشال. بصوا زي حبيبات الرمل. بصوا طبعا بعمل الكميه بتاعتي كده كلها، بضربها في الكبه، وبعد كده هنشوف هنحطها على البوتاجاز بتاعنا. بصوا يا حبايبي انا عندي مصفى اللي هحطها على الحله. بملى حله نصها ميه وبعليها مصفى زي دي كده. بروح جايه الشال بتاعي لما كده كسكسي. طبعا بحط معالق خشب، عصيان خشب، اي حاجه عندي عشان ترفع الشال، واحط فيه كده. تمام كده عشان احط على طول اهو. بصوا عشان لما اجي اسوي احط ايد عليها على البوتاجاز على طول. طبعا انا ايد على الميه تغلي، وبعد كده بروح حاطه عليها المصفى. هكمل بقى وبعد كده هرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي انا خلصت الكميه بتاعتي. بصوا يلا نروح بقى على البوتاجاز عشان نشوف هنعمل فيها ايه. بصوا عامل زي حبيبات الرمل ازاي. بصوا ولونه اتغير ازاي، بقى اصفر، ما عادش فيه دقيق خالص، لان انا اديته الميه بتاعته المناسبه يعني اللي هو بيحتاجها. تمام كده. بصوا يلا بقى نروح على البوتاجاز عشان نشوف هنعمل ايه. ماشي. بصوا يا حبايبي الميه بتاعتنا هي دي الحله بتاعت الكسكسي اللي احنا بنعمل فيها الكسكسي. تمام كده. بجيب المصفى بتاعتي احطها عليها كده، وبلم كل حروف بتاعه الشال بتاعي كده في قلب المصفى كده. بدخلها كلها كده. تمام كده. وبسيبها ساعه على نار متوسطه، وبعد كده هنشوف اما تنزل من على البوتاجاز هنعمل فيها ايه.
حبايبي نشوف الكسكسي مع بعض، هنعرف ازاي ان هو استوى. طبعا هو بيستوي على مرحلتين، دي المرحله الاولى. تمام كده. بصوا ما بخبط عليه كده على القماشه كده بلاقيها بتعمل صوت الطبله. بصوا يعني ما اخبط عليها كده وهو عجين غير ما بيبقى هو ايه كسكسي ومستوي. بصوا سامعين؟ هنشوفه مع بعض عشان خاطر ايه نشيله ونرده تاني. بصوا اللون اتغير ازاي، بصوا شكله ما شاء الله. هنزله بقى من على الميه وارده تاني وهنشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي الكسكسي بتاعي، بصوا انا فضيته من الشال. هعمل ايه برضو الميه اللي فاضت مني اللي انا حاطه فيها سكر وملح هرشرش عليه كده تاني عشان هرجعه تاني على النار ماشي عشان يستوي كويس. بصوا لو لقيت فيه اي قلابيز او اي كلاكيع بروح جايه حاطاه في الكبه كلها بتفك معايا. تمام يا حبايبي. بصوا اهو. بصوا طبعا انا بعمل بالمقصوص عشان هو سخن. بصوا برش كده 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 واقلب، برش واقلب. طبعا انا مش هدعك على ايدي تاني لان ايه انا دعكته وخلاص، هو بس عشان بزود له ميه عشان يستوي كويس ما بقاش فيه اي دقيق. تمام كده. طريقه سهله وبسيطه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الكلمه الحلوه ولا اللايك ولا الشير ولا الاشتراك يا احلى اخوات. بصوا هكمله بقى واحطه في الشال تاني وارجعه على النار تاني. تمام كده. وقبل ما احطه على النار بكون مزوده الميه اللي في الحله اللي هتبقى تحت المصفى. تمام تغلي برضو واروح جايه حاطه المصفى تاني. تمام كده. هخلصه بقى واحطه على البوتاجاز وبعد كده اوريكم الكسكسي بتاعنا بعد ما نزلناه من على البوتاجاز. بصوا كده سويناه على مرحلتين. بصوا الجمال. انا عندي تركايه كده بعملها، عندي غربال او مرخل سلك يكون واسع بروح جايه ايه هزاه فيه علشان خاطر اطلع كل الحبيبات زي بعضها. تمام كده. بصوا ده الغربال اللي انا ههز فيه الكسكسي بتاعي. بصوا هحطه على صينيه كده وهزه عشان اخليه كل حبيباته قد بعضها. والحبه الاخرانيين خالص بروح جايه بقى ايه حطهم في الكبه تاني. بصوا كله يبقى واحد. بصوا هوريكم من تحت. بصوا الجمال كله حبيبات قد بعضها. بصوا يا حبايبي هخلص كل الكميه وبعد كده هرجع لكم تاني. طبعا ما حطيتش سمنه ولا اي حاجه خالص، هزه الاول. تمام كده. هخلص وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي بصوا كسكسي. بصوا الجمال. بصوا حابه اوريه لكم. بصوا كل الحبيبات زي بعضها. بصوا شكله جميل وطعمه اجمل وريحته اجمل. بصوا عندي ايه بقى، عندي زبده على سمنه كده هرشرشها عليها علشان خاطر اسقيها بقى بالسمنه والزبده كده مع بعض تدي طعم. لو انت حابه تحطي حبه سكر مفيش اي مشاكل، بتحبي تحطي السكر وانت بتاكلي مفيش مشاكل. بصي كده كده برشرش واقلب. تمام يا حبايبي اهو. هقلب بقى اللي انا حطيته ده كله عشان ما يبقاش فيه حبه فيهم وحبه مفهومش. بصوا هقلب كده اهو. بصوا هقلبه بقى اوريكم شكله في الاخر علشان خاطر بقى ايه هقلب على براحتي كده واخد ودي معاه. تمام كده. بصوا يا حبايبي بصوا كسكسي بعد ما حطيت له السمنه. بصوا الجمال. بصوا الجمال وبصوا الحلاوه. تكليب شوربه، تكليب لبن، تكليب سكر بودره، مكسرات، تكليب اللي نفسك فيه. بصوا الجمال بطريقه سهله جدا وبسيطه. يا رب طريقتي تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الكلمه الحلوه واللايك والشير يا احلى اخوات. وده الكسكسي بتاعنا. ايه رايكم؟ اقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.